يا استاذ حماده، انا الفيديو اللي فات اتفرجت عليه كويس، ما فيهوش مشاكل. هو كميه المشاهده بتاعته ما كانتش كبيره بس يعني حلو. انا عارف. تمام. ناس كتير قالوا لي يعني الحمد لله. تمام ماشي، ربنا يكرم حضرتك باذن الله. كنت عايز اسالك على دكتور هشام قنديل، كان بيتبرع بدمه. انا عايز اسالك سؤال الاول، الدكتور هشام قنديل ده دكتور في ايه؟ ما اعرفش الدكتور. طب يا ريت نقول هشام قنديل بس. لا هو ماشي. لا عشان احنا شعب، احنا ملاك البلد دي، لا مرسي ولا قنديل ولا حسني مبارك ولا اي حاجه، احنا اصحاب البلد دي. ماشي، احتراما مني ان انا اقول دكتور هشام قنديل. ما طب ماشي، يلا اتفضل. انا بتكلم، انا ما هو مش صاحبي عشان ماشي طيب. بيتبرع، كان بيتبرع بدمه. فدي انت شايفها انها سخافه او دي سخافه السخافه. تمام. دي سخافه السخافه، احنا مش محتاجين دمك، احنا كشعب مش محتاجين دمك، احنا عايزين دم مصري 100%. انت نص فلسطيني ونص مصري. فلسطيني؟ احنا عايزين مصري. ايه فلسطيني؟ اساله هو بقى. يعني انت اللي قلت. ايوه ماشي، انا بقول لك انت راجل نص فلسطيني ونص مصري، انا عايز اللي يحكمني هنا مصري 1,000,000% بس. انت جبت منين ان هو نص يا بيه؟ وانا سمعت بقى زي موضوع ابو اسماعيل وكده بقى، مش عايزين بقى، ده مش موضوعنا يعني. يا الراجل يعني وريني انجاز عمله، الانجاز الوحيد اللي عمله من يوم ما مسك بيقول لك يا بخت الغلابه بالعيش. العيش كمان هتعدوه علينا؟ وكتات لي خارج يقول لك اصل احنا عملنا احصائيه لقينا ان الفرد هيستهلك رغيفين في اليوم. هو احنا شعب عامل البلد كله يا عم ولا ايه؟ ما في اللي بياكل 3 رغيفه في الطاقه، ما تسيبوا الناس في حالها يا جدعان. وديناهم 3. لا تشكرين يا عم كتات، بيعمل واجب، صاحب واجب. كمل يا عم. 3 قليل، 3 صح؟ ما يكفيش يا بيه، احنا ما يعدش علينا العيش. ده حسني مبارك بجبروته انا ما حسيتش بالظلم، يعني انا كنت اعرف ان ايام حسني مبارك فيه ظلم، بس انا ما حسيتش بالظلم والقهر الا في الايام السوداء اللي احنا عايشينها دي. استغفر الله العظيم يعني، استغفر الله العظيم. لما يعرفك حقك ايه ويديك على دماغك. انما حسني مبارك ما كانش معرفك حقك وما كانش معرفك حاجه، اديك كنت عايش وبتاكل وخلاص وتعبان ومتبهدل وفي امراض. لكن دلوقتي في كل ده وفي غلا وفي رغيفين و3 وفي الثوره اتحسدت وعايزين نذبح لها حاجه وعايزين نبخرها. ايه يا راجل الكلام ده؟ كان في تعليق برضو على الدكتور كتاتني، الثوره العظيمه اتحسدت. الثوره العظيمه اتحسدت. الثوره العظيمه اتحسدت فعلا، اتحسدت. تمام. يعني ده انت مؤيد؟ طبعا انا معاه، انا مؤيده. الثوره اتحسدت، بس بقول له يعني يا دكتور كتاتني يا ريت تذبح لها حاجه عشان يذبح لها حاجه. يذبح حاجه للثوره. يذبح حاجه للثوره ب4 رجول عشان الحسد. ولو ما لقاش حاجه ب4 رجول يعني يجيب فرختين يا عم. فرختين؟ يجيب فرختين على قده برضه عشان الظروف الاقتصاديه. على قده. على قدنا يعني. المهم بس يبصم بيهم على قصر الاتحاديه. يخمس كده. يبصم على قصر. كنت عايز اسال حضرتك برضه على الاستاذ عبد الجليل الشرنوبي، رئيس موقع اسوان اونلاين وعضو الجماعه السابق. تمام. هو ما ده اللي فضحهم. ده اللي فضحهم. اللي قال لك الدكتور مرسي قبل الثوره كان بيقول على الثوار شويه عيال واحنا مش عارفين غرضهم ايه ومش عارفين عايزين ايه. تمام. دلوقتي بقى هم اصحاب الثوره ونسيوا ان جده بديع هو اللي قال حسني مبارك الاب الروحي للمصريين، وما عنديش مانع ان جمال يترشح بس بشروط. انت مين يا عم؟ انت بتتكلم باسم الشعب ليه؟ اللي هو عبد الجليل الشرنوبي. لا انا بتكلم على الدكتور محمد بديع. ده الراجل الشرنوبي راجل اتطهر منهم وابتدى يعترف، ده خرج منهم وابتدى يعترف. تمام. هو كان واصف برضو ان الثوار شويه عيال. ده على كلام الدكتور عبد الجليل، استاذ عبد الجليل، على كلام الدكتور مرسي. الدكتور مرسي اللي كان واصف بس انا ما استبعدش، لان الدكتور مرسي طلع واظن ان هو كذب يعني لما كان بيقول انا عملت مستشار لوكاله ناسا مع خالد رمضان وثاني مره خرج مع نادي البكار. انا ما قلتش الكلام ده ولا كتبته. انا قلت ولا كتبت. نادي البكار متحدث حزب النور. احنا مالناش دعوه باحزاب. تمام. احنا كلنا مصريين ومش مع حد، احنا ضد الظلم. تمام.
انا كنت عايز طب اتاكد يعني احنا لو هنتكلم يعني كانت جماعه الاخوان المسلمين كان ليهم تعليق برضو على ان النظام السابق ترك جميع المرافق مهلهله. طبعا دي حقيقه تمام. تركها مهلهله. وانتوا جايين تعملوا ايه بقى؟ انتوا جايين تقولوا تركها مهلهله؟ مش الفكره بس يعني هو الموضوع ان احنا ما احنا عارفين. ما احنا عارفين ان هو ترك ان النظام حسني مبارك ترك البلد كلها مهلهله، بس انتوا جايين بتهلهلوا فيها زياده بدل ما تشوف بقى البنيه التحتيه وبدل ما تبني وبدل ما نزرع وبدل ما نصنع وبدل ما لا مفيش الكلام ده. احنا جايين بقى الدولار يعلى في عهده وكله رغيفين وكمان شهر بص يقول لك انت هتاخد كام نفس في اليوم بالهواء. احنا نهرج ولا ايه؟ ما ينفعش. احنا نهرج ويقعدوا يضحكوا على الناس والناس تقعد في الاخر ترجع تقول لك نعم نعم غلا وضرايب واسعار وطرق كل يوم وحوادث وبيقول لك بهدله وامارات بتقع يقول لك ايه؟ نعم للدستور. فتقولوا نعم. شيلوا الليله وشيلونا معاكم. تمام. كان برضو في برلمان 2005 لو حضرتك تتذكر كان الدكتور مرسي سائر ساعتها كان بطل قومي. طب انا عايز اشوف البطوله دي وانت موجود بقى دلوقتي. انت الراجل الاول كنت عايز تحاسب الحكومه وعايز تحاسب حسني مبارك والحكومه لازم تستقيل. تمام. كان نفس حادثه اطار العياط. كان قطر العياط وكان العماره اللي وقعت. النهارده الدكتور مرسي قاعد لا شفنا دكتور هشام عندي استقال زي ما انت تقول دكتور ولا اقالوه ولا اي حاجه. الدنيا النهارده حلوه وكل حاجه قضاء وقدر. عندكم انتوا قضاء وقدر وعند حسني مبارك لا ظلم. يا بنت القطر الوحيد اللي ماشي كويس في بلدك وما بيعملش حوادث قطر الموت بتاع دريم بارك وده على مسؤوليتك. بتضحك. قطر الموت بتاع مع انه بيتشقلب يعني. وبعدين انا من هنا بطالب الدكتور مرسي بقول له يا دكتور مرسي لازم تذاكر القطارات تغلى عشان كده حرام. يعني كده رخيص يعني انا اروح ادفع تذكره ب 30 40 جنيه ولا ب 20 جنيه. لا ده لسه في دفنه ولسه في غسل المفروض تغلي عشان الحاجات دي الدكتور مرسي. هو ده من ضمن التذكره. المفروض من ضمن التذكره يبقى في شفت انت لما تيجي مثلا قاطع تذكره سي ولا ضريبه ملاهي لا هنا بقى التذكره دلوقتي ضريبه غسل ضريبه دفنه ضريبه مستشفى. ايوه يا عم مش الكلام ده بيصرف صح. والله احنا تعبنا الصراحه. ده محاكاه على حلم الجزار امين عام الحريه والعداله. لا هو كان ليه برضه طبعا في التعليق دوت ان هو يعني لا يجوز. ما تقول لي معلش يعني ممكن اطلب منك طبعا قول الحزب التابع للاخوان ما تقوليش حريه وعداله لان ما فيش لا حريه ولا عداله. هو اسم الحزب الحريه ماشي انا ما مش معترف بيه يا عم. انا كلها بص انا بقول للناس يا جماعه انزلوا وعايزينها سلميه ومش عايزين بقى خلاص بقى احنا فوضى والشغل اللي حاصل ده حرام وكفايه. احنا عايزين نغير. احنا عايزين نعمل ثوره عشان الناس مصريين واحد مصر يمسك البلد. احنا عايزين رئيس يكون مننا. رئيس يكون نام على الرصيف في الشارع. رئيس يكون تعب وبادل واتمرمط. مش هنقول دكتور ومش هنقول لا مش عايزين دكاتره. احنا عايزين راجل يحكم البلد. عايزين واحد لما يقعد مع بتاع قطر مع البغل بتاع قطر يقعد يحط رجله في وشه وهو قاعد قدام اوباما حاطط وشه في الارض. يا دكتور مرسي احنا بقينا للدرجه دي؟ ده كل ده من ماده الايد والشحاته. عايزين بقى الكرامه بقى. فين الكرامه؟ فين الكرامه؟ انا قبل كده قلت لك مين قطر دي وهفضل اقول لك مين قطر دي. انت مش عايز تفوق ليه؟ عايز تقول حاجه ثانيه يا استاذ حماده؟ عايز اقول للناس انزلوا يا جماعه كله ينزل يوم 25 ومش 25 بس كله ينزل لحد. انا مش عايز الدكتور مرسي يمشي. انا كل ده مش انا عايز مفيش حاجه يبقى اسمها الاخوان المسلمين. ده شعب مصر. احنا شعب مصر. مش عايز واحد يطلع يقول لك اصل انا مؤيد لمين يا حبيبي؟ مؤيد لمين؟ مؤيد يعلي الضرايب بالعصر وتأيد واحده بالليل يرفع يشيل القرار تاني يلغيه وترجع تأيد. انت مش دارين بحاجه. انت بتأيد وخلاص. حرام اللي بتعملوه ده. احنا عايزين نطلع نقول احنا عايزين ناكل. احنا عايزين نعيش. مش عايزين نتضرب على قفانا تاني. انت يا مرسي هتعمل فينا ايه؟ هتعمل فينا ايه؟ هشام قنديل ده مين ده؟ بيعمل ايه هشام قنديل؟ كان شغال ايه قبل كده عشان تمسكه رئيس وزراء؟ البلد مليانه ناس نظيفه ومليانه ناس محترمه ومليانه ناس تخدم البلد.
انا ما عنديش مانع ان كل الوزاره تبقى من حزب التابع للاخوان بتاعكم، بس هتخزني، مش هتعد عليا اللقمه، مش هتغلي لي نور ولا ميه ولا غاز ولا كروت موبايل. هتقول لي الشركات اللي غلتها، عندك وزاره تموين يا حبيبي نزلها وتراقب على الناس دي. انما انا ما بقاش قاعد والتابع ليك يقول لك اصل انت مش عارف حاجه. طب عرفني انت يا عم مرسي، انا اللي عايز اعرف. عايزين ناكل، كلنا هننزل يوم 25 وهنقول عايزين ناكل وعايزين نعيش، وانا وناس كتيره محترمه معايا هنطلع من شبرا، من هنا من دورات شبرا، واللي عايز يجي معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.